لجنة الانضباط اللي بتكلم عنها، يعني بحكم اني عملت فيها وكذا تحديدا، يعني هي لجنة إذا أردنا نكون واضحين يعني ويعني نكون مباشرين، إذا أردنا أن نحن نطور العمل هي لجنة في الحقيقة فاشلة. يعني أفضل لفظة يعني يمكن أختارها لها يعني لجنة إيش؟ لجنة الانضباط لجنة فاشلة القديم ولا الحديث؟ ولا بشكل عام تتكلم؟ لا من في تاريخها اعتقد انا، حتى في اللحظه اللي انا مريت فيها يعني ما اقصد الاشخاص اللي فيها فاشلين يعني. اقصد اللجنه فاشله حقيقه يعني. طيب. يعني ما عندي لفظه اكثر دقه من هذه يعني عشان ما اكون مضلل في كلامي يعني. اولا هي لجنه قضائيه، لكن في الحقيقه مبادئها ليست قضائيه ولا لم تكتمل فيها صوره القضاء ابدا. اللي ممارسة العمل فيها ليس قضائي أبدا، ما لها علاقة بالقضاء. نعم. لا من قريب ولا من بعيد، أنا عملها بعيد كل البعد عن القضاء. المبادئ اللي تحكمها عمليا غير المكتوبة. يعني مثلا من الأشياء اللي طريقة العمل صحيح مستحيل أنها تعمل بالطريقة اللي هي تعمل فيها الآن، مستحيل أنها تعمل. هم يقولوا إحنا لازم نشاهد المباريات كاملة. عندهم حوالي 45 بطولة أعتقد. من اللجنة اللي من 5 أشخاص راح يشاهدوا لهم 25 بطولة، لو قلنا مستحيل من ضرب المستحيل، من ضرب الجنون أصلا يعني إني أقول أتابع المباريات هذه. الأمر الآخر يعني هم يقولوا يعني إحنا ما ينقل إلينا، وهذا صحيح، لما الإعلام يثير جزئية معينة يسلط الضوء عليها تشبع دراسة من أكثر من جهة، حينها اللجنة تركز على ما يقوله الإعلام حقيقة يعني، وعلى ضوءها يتخذون قرارات.